مساء الخير احبابي، مساء الخير جمهوري، مساء الخير جمهور الاغنيه المغربيه عامه. في العاده انا معروف عليا ما كنديرش شي لايف، ما كنديرش ديريكت، ما كنديرش فيديوهات بحال هكا، لكن اليوم اضطريت ولو انني شويه عيانه. بالنسبه لصحتي، باش نطمئن للجميع، المشكل اللي عندي صحيا عندي الكلاوي، وجو بونس الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال لوغان راه عارفين المرض ديال لوغان والحريق وشنو، يعني مره كيتفاجئني هذا الشيء. انما المرض اللي مرضت اليوم اكثر من مرض الكلاوي، وهو انني بكل صدق جاتني بكيه على الاغنيه المغربيه او عن الفن عامه في المغرب. واتصالات اللي جاتني من البارح اليوم بصراحه شيء حشومه كاع نتكلموا في هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الظرف اللي هو فيه مشاكل اخرى، في هذه الجائحه، في هذه المشاكل الاغتصاب، في هذا بزاف د الحوايج. انا حتى الفرحه ديال بنتي الماس الميلاد خليته اجلته، عملي مع سي نعمان اجلته. علاش؟ تتفوت هاد النكبات، عشنا حزن مع رحمه الله مسكين داك الوليد عدنان. فما يمكنش المغرب والجمهور المغربي والشعب المغربي اللي فرح لازدياد الماس يعني ما نكونش غنكون نكره الجميل لهاد الناس، ونكره الجميل للناس اللي كيحبوا لطيفه، باش انني نفرح بوحدي ونوض كنعمل في حفله لبنتي ونعمل لها هذا، مع العلم انني كنت غنعمل لها السبوع وعيد ميلاد من الحمد لله. اذا اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع شائع اليوم وكيبكي كما قلت، وهو موضوع الدعم اللي هو من 2008 وحنا كنسمعوا بهذا الدعم. في 2008 انا الحمد لله انا وبعض الرواد الكبار اللي تشرفنا بالبطاقه الفنان من عند صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس، وكان املنا انه هذيك البطاقه ياخذ المشوار ديالها، تاخذ المشوار ديالها وزاره الثقافه. انا بالنسبه لبطاقه الفنان اللي عندي، الحاجه الوحيده اللي كندير بها هو انه كنعتز بها عندي دائما البورتفوي ديالي، لدرجه ان اخيرا تلف لي البورتفوي بكيت عليها اكثر هي، ولو غتصاوب لي وحده اخرى وتصاوبت لي وحده اخرى، ولكن هذيك خديتها من عند سيدي الله ينصرو، تحطت لي في يدي من عنده، فكانت عندي عزيزه بزاف والحمد لله لقيت البورتفوي ولقيتها. لكن الجوهر ديال داك البطاقه يا وزير الثقافه اشنا هي؟ انا ما فهمتش علاش المناصب كتوخد من غير بانه انا صاحب جلاله، او كتوصلوا المناصب يعني ما عرف، يعني كتوصلوا مناصب كيعطيكم منصب او كتاخذوا منصب خلال الحكومه ديالكم باش تقوموا بواجبكم. لكن انا اليوم كنتكلم بحرقه، ولا ما غنتكلمش انا كرائده كما يطلق علي، يعني يسمى ان لطيفه رأفت من رواد الفن. لما تكلمتش على الشباب، لما تكلمتش على الناس الاخرين اللي مضرورين، راه انا اللي سكت على الظلم فهو ظالم. اللي وقع 1,400,000,000 خرجت البارح او البارح. انا ما كنتشبعش، ما كنشوفش، لانني انا ما كندفعش، عمري دفعت دعم، عمري غنيت على حساب شي حد. يعني انا من نهار اللي خرجت الميدان الفني، هذا باش تعرفوني ما كنعرفش الديريكت، التليفون كيطيح لي. من نهار اللي خرجت الميدان الفني وانا كنتج نفسي من 85. كنت مع المرحوم رحمه الله طليقي اللي هو كان مدير اعمالي، وفي نفس الوقت عندنا شركه اضواء المدينه، كنا ننتجوا نفسنا، كننتجوا نفسنا وكنوزعوا نفسنا وكنوزعوا اغاني للناس، عبد المجيد عبد الله، محمد عبد الوهاب، يعني الناس، محمد عبدو، يعني الناس اللي في الخليج كنجيبوا لهم التوزيع هنا وكنخرجوا الاغنيه المغربيه برا. من بعد وقع طلاق وليت انا كنتج نفسي، ولا عمر شي حد نتج لي، فقط ما كانش الانتاج، وانما كولابوراسيون مع صوت القاهره اللي هو رشيد حياك صاحب شتاء اف ام، في واحد الوقت وجيز البوم واحد الخالدات، وتبقي كل نجاته لطيفه رأفت من مالها الخاص. يعني عمري ما عملت انتاج دعمني شي حد. لكن ملي توصل وزاره الثقافه انها تفرق البارح ولا البارح 1,400,000,000 لاسماء غير معروفه، انا كنشوف واحد لا ليست جاتني، لان انا ما كنتش غنبغي نبحث في هذا الشيء، لكن من شفت الناس كانت ضروره بغيت نعرف. جابوا لي الاسماء اللي تعطات لها تعطى لها الدعم. لا يعقل، اسماء ما عندها علاقه بالفن. لا يعقل انه شركات، راه كاينه شركات البني كاينه حتى هي تما. يا وزير الثقافه، قبل ما تعطي 1,400,000,000 شوف هاد الناس كيديروا، شنو المهمه ديالهم، شنو كيديروا. العازف، مغني بصح، هل صحيح بروديكتور،
لان كاين الناس اللي دايرين شركه البرودكسيون ما عندهمش البرودكسيون نهائيا نهائيا. ثانيا كنعرف بان هذا الدعم هذا ديال هذه المره هذا اللي خرج فيه هذا المبلغ، ما نتكلموش على من 2008 والدعم تيخرج جوج مرات في السنه، يعني جوج مرات في السنه. فين هي هذه الاغنيه المغربيه؟ جوج مرات في السنه تيخرجوا مبالغ باهظه. لا، بعض الاشخاص مع احترامي الناس اللي خداو الدعم، انا ماشي كونتر الناس اللي خداو الدعم، ماشي كونتر اسماء، انه هناك اسماء معروفه وكتخدم، كاينه ناس كتخدم وماشي غادي نذكرها ونذكر اسماءها. كاين ناس كتخدم وكتعطي انتاج ما كاين مشكل، لكن كاين اسماء اللي ما معروفاش نهائيا. من 2008 والدعم تيخرج وكيخرجوا ملايير. الوقت اللي انا كتكون عندي سهره تابعه لوزاره الثقافه كيبكيو عليا، تيقول لها طفله ما عندناش فلوس، ما كاينش. عن وزاره الثقافه عمري في حياتي اقسم بالله عمري ما خدمت في وزاره الثقافه بالثمن ديالي. الوحيده وزاره الثقافه الوحيده اللي كنخدم فيها كنخدم بثمن ناقص، وكيجيبوا الفرقه كنجيب الفرقه ديالي وكيزيدوا الفرقه، لان وزاره الثقافه هي اللي كتحكم في المعاهد، كتجيب مساكن دراري من المعهد تيخدموا يمكن باطل. كنتفاجئ بهذا المبلغ ديال هذه المره اللي هو الدعم الاستثنائي. ما معناه دعم استثنائي؟ الدعم الاستثنائي يا سيدي وسمعوني فهموني مزيان، وهو انه جا في جائحه كورونا. يعني غادي نعاونوا الناس مساكن اللي ما خدامينش. هاد الجائحه باش تعاون الناس سيدي غير عاونوا، حنا محتاجين انتاج، حنا محتاجين معاونه. دابا الناس ما بقاتش تاكل، راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم. هاد مليار 400 مليون لو كان تقسم على فنانين كيسعاو دابا، على موسيقيين تيعيطوا تنعطيوهم هما ياكلوا، حنا ما بقاش حقنا نعطيو. راه الله غالب وراه ما عايشاش بالفن. الحمد لله والشكر لله عشنا بالفن ودخلنا به فليسات. لو كون ما عملتش علاش نرجع كما كيقولوا له ما كانش الحمد لله جو جار بيان ما في، وكنعرف بحق الزمان وتعرف بحق الفنانين اللي مساكن ماتوا كيسعاو دا خارج المغرب، ماشي يعني في مصر كنسمعوا فنانين وممثلين وهذا كيعمل الانسان علاش يرجع، علاش باش يوكل راسو يوكل الناس اللي خدامين معاه، نوكلو كنديروا هنا شركات هنا كذا كره ما لقيناش باش ناكلو. الوغ شحال قدنا نعاونوا؟ علاش وزاره الثقافه ما تعاونش الناس؟ علاش هاد الدعم ديال مليار و400 راه كتخرجها الفم بزز في هاد الجائحه هادي؟ يعني راه كاينين طباله وغياطه ما لقاوش على اساس باش يخدموا فيهم، راه خصهم ياكلوا. قسمتوهم بلا دعم. ما ديرليش الدعم الاستثنائي يا وزاره الثقافه، ما ديرليش الدعم الاستثنائي. دير فرق سيدي، جيبوا ناس من حقكم، شوفوا الجهات، شوفوا العملات، شوفوا المجالس، وشوفوا الناس اللي كتخدم اللي فنانين هادو اللي ما عندوش ما ياكلوا. راه الناس كتموت بالجوع، راه فنانين كيبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا. تجي مليار و400 مليون تفرق على اسماء غير معروفه واسماء عندها اوكي، عطيتهم فلوس. بغيت انا دابا الان كنطالب بالانتاجات، لان شوف الا غادي نسكت انا على هذا الشيء كنطالب رواد الفن بصح يعاونوني في هذه القضيه، لان ما خصنيش يتسكت على هذا الشيء، ما خصنيش يتسكت. اولا كان الدعم، هذا الدعم الاستثنائي قال لك اللي كانوا كيقولوا بعدا على ما عرفت، ربما قال لك اللي فايت دار دعم خصو عامين عاد يدير دعم اخر. ملي كنشوف انا ما عمري بحثت مليون بحثت، ولا والله العظيم عيانه بحثت، لان ضرني قلبي ولا غنسكت انا ويسكت هذا ويسكت هذا سا تخو. الوغ كاين الناس اللي كتاخذ دعم كل مره. الدعم كيجيبو كيديروا فيه 3 الاغاني 4 الاغاني حتى 9 الاغاني. عطوني الله يرحم والدين هاد الاغاني، بغينا الاغاني لان انا ولا كان هاد وزاره الثقافه خرجت الدعم باش تساعد الاغنيه المغربيه بغيت نسمع هاد الاغاني. انا بغيت نسمعهم كلهم، نسمعوا مني انا غير من الجمهور، بغينا نسمعوا الاغاني كلهم اللي تعطى لهم الدعم من 2008. اما دابا خصهم يتسمعوا وهاد الدعم اللي تيتعطى. انا اغنيه ديال الفريع تنديرها كتفوش لي 6 مليون، لان انا كفنانه كبيره كنقولوا الحمد لله، يعني غادي نخلص الموسيقى مزيان، غادي نخلص الناس. هذاك هو الربح اللي غيربحوا مني يا سهره يا غير ندخل الاستوديو تعطى مبالغ وتجيو تقولوا اغنيه وما كنسمعوا حتى اغنيه. راه عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء. انا عمري ما سمعت، انا فنانه في المغرب وكنعرف اغنيه مغربيه، هذا دعم الاغنيه المغربيه. وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم. يعني حاولوا تفهموها شويه. يعني عييت ما نحاول وكلشي تيقول لك ما تنوضش عليك النحل. شنو هذا النحل هذا اللي غنوضوا علينا؟ ما نوضناه في هذا الشيء هذا، راه العسل تيدفق في الارض وحنا ما واكليش منه الناس. انا ما تنهضرش على باش ناخذ، انا ما عمري، لان باش نكون واضحين. هل يعقل لطيفه رأفت عبد الدكالي اسماء كبيره في الفن نحط اغاني ديالي في اللجنه يحكم عليها واحد كان موسيقي عندي عنده 17 عام كابر معايا وكبرته معايا، مع احترامي لبعض الاسماء اللي راها موسيقيين كبار وموسيقار كبير سي سفر كاع راه مع اللجنه. لكن انا كنعرف كاين موسيقيين وكاين ناس اللي انا مع احترامي لهاد الناس ما نعطيكمش تحكموا لي على 35 عام باش عاد يقبل لي وزير الثقافه الدعم باش يعطيه لطيفه رأفت. انا الدعم خليته الناس اللي عاد بداو
وخليو الناس يترزقوا الله. لكن هاد المره ضرني قلبي بزاف، راه ما ضرنيش حتى التعب، ما عمري قال لي انا كون بغيت الفلوس غنمشي ندق على الوزير وغنقول له انا كرائده الفن المغربي وكفنانه كبيره في البلاد راه خصك دير لينا مبلغ اما عام كل عام اما شهريا، لان حنا اللي خرجنا هاد الاغنيه المغربيه. وحنا سعد المجرد مع احترامي الاسماء الان اللي تعطات لها، شهر الاغنيه المغربيه هل شهرها بالدعم؟ شهرهاش بالدعم، شهرها من جيبو الخاص، من مالو الخاص. وكذلك اسماء اخرى. حنا كنجبدو ساعات لان دابا الان ولا بغينا كرهنا، بغاو كرهوا الشباب، بس الان هو الوجه هذه الاغنيه المغربيه خارج الوطن، لان كنشوفوا شنو كاين وكنهضروا مع فنانين كبار في خارج الوطن وتتكلموا على سعد اكثر من اسمي انا، اكثر من اي اسم. كيبقى عبد الله الدكري، نعيمه سميح، بلادي بالخياط، رواد الكبار هذوك كيعرفوهم، يعني تربوا عليهم. وليد توفيق تربى على صوت عبد الله الدكري، بلادي بالخياط. لكن يا سعاده وزير الثقافه، انا عمري ما تكلمت بهذه اللهجه، لكن الان غنتكلم بها. راجع نفسك مزيان وشوف هاد الفلوس اللي كيمشيو، وعتقوا الناس اللي كتموت بالجوع. من عندك مليار 400 مليون تفقها هكذا تمشي هكذا في الخوا. فانا الان كنطالب بحقي، كنطالب بلا ميتيال ديالنا، كنطالبوا بالشهريه ديالنا. انا بغيت نعرف لمن كنتمي، هل كنتمي لوزاره الثقافه؟ هل كنتمي لوزاره الداخليه؟ هل كنتمي لوزاره السياحه؟ راه حنا باش يعرف الجمهور الكريم، راه حنا ما عندنا حتى شي وظيفه ولا وظيفه، ما عندنا لا سينيسيس، ما عندنا. انا عندي شركه كندير فيها، عندي لا سينيسيس ديالي. انا يقولوا لي زوطخ والناس الاخرين راه ما عندنا ميتيال، ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا تقاعد والو. نهار اللي كنمرضوا كون كنسحب جا الله ينصرو، كيصيفطنا الشيخ زايد ولا كيصيفطنا المحكمه، نيت خصنا ندوزو في المحكمه العسكريه، نمشيو للشيخ زايد ولا المستشفى العسكري، راه ما عندناش باش نتعالجوا، او ما عندناش باش تعالج. الحمد لله والشكر لله. ديما ما كنشاركش نفسي، تنقول الله مسك عليا الحمد لله. يبقى لي بكثير مما كنلحقش، لان كنت كنقول غيجي واحد الوقت غنبغيو نلحقوا، ما عندناش. علاش وزاره الثقافه ما تقننش هذا الفن وتوظف الناس وظفوا الناس عاود ما تطلبوا لهم شنو نديروا؟ الرميد نديروا حتى حنا الرميد، نوضوا الفنانين تما يديروا الرميد، نوضوا الموسيقيين يديروا الرميد. عباد الله شيء يبكي، راه الموسيقيين تبيعوا بآلات ديالهم، راه الموسيقيين تبيعوا الآلات ديالهم باش ياكلوا. حرام عليكم، راه الناس اللي كتخدم في عراسات اجواء كتموت بالجوع. حرام، مليار و400 اجي درت ورقه وستيلو واعطي كل واحد 10,000 ريال، راه حرام، راه حرام عليكم هذا الشيء. ولهذا الله يخليك، راه هذا منكر. وراجعوا نفسكم. وانا طالب بالانتاج من 2008 بغيت، لان علاش انا ملي كنبغي علاش كتلمونا ما كتنتجوش، ما عندكمش اغاني، ما عندكم علاه ما خصنا ننتجوا. واش غنوكلوا راسنا؟ واش غادي نوكلوا الناس اللي خدام معنا؟ واش غنصدقوا على الناس؟ انا بعدا ما خدمتش هذه عامين قليل اللي خدمت، علاش؟ انا كان مغضب علي، لان كنت مع الناس، كنت مع الشعب في نهار اللي درنا المقاطعه. فجميع مهرجانات خدمت عليا، حتى حد ما دخلني. اتصالات المغرب لا كل شيء، لان لطيفه مع الشعب. فمهرجانات ما خدمتش لطيفه. الا سمعتوا اللي خدمت اشياء اخرى خاصه عن شركات او شي حاجه، اما اللي كان ضد مقاطعه بيت ما تخدمش وما خدمتش، وكان مغضوب عليا. فلهذا عييت ما نسكت. ما كنطالبوا غير بحقنا فقط، طالبوا بحق الناس اللي راها كتموت بالجوع. وشكرا.